كل شخص ناجح النهاردة بدأ من نقطة زيرو. الفرق إنه اتحرك بخطة وفهم الطريق قبل ما يمشي فيه. لو بتدور على النجاح الحقيقي في العالم الرقمي، فالمكان ده ممكن يكون بداية ممتازة. دي مش مجرد حلقة بنسمعها وخلاص يعني. لا، دي ممكن تكون بداية لرحلة تغير المسار كله. ولو دي أول مرة نتقابل هنا، ممكن تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك التحليلات الجاية أول بأول. وطبعا اللايك كمان بيساعدنا جدا إن المحتوى ده يوصل لناس أكتر ممكن تستفيد منه. النهاردة بقى معانا مادة بصراحة مثيرة للاهتمام، جاية من أول حلقة في سلسلة اسمها هندسة النجاح الرقمي. المصدر ده بيقدم رؤية مختلفة شوية للإنترنت، مش بس مكان للفرص والفلوس وكده. لا، ده بيوصفه يعني كتعبير قوي كده، ساحة حرب. خلينا نفهم أكتر إيه المقصود بالتعبير ده. الفكرة الأساسية اللي المصدر بيطرحها هي إن ناس كتير قوي بتدخل العالم الرقمي ده هدفهم الأول والأخير هو الربح السريع، بس بينسوا أو يمكن بيتجاهلوا إن المكان ده لو مش مفهوم صح ممكن يبقى سبب في خسارة كبيرة. ومش بس فلوس، لا، دي خسارة وقت ومجهود وحتى أفكار ومشاريع بتضيع. والسبب الأساسي من وجهة نظرهم يعني هو الدخول بعقلية الربح دي وبس، من غير حاجتين مهمين قوي: وعي رقمي وتفكير هندسي. النقطة دي محتاجة وقفة شوية. يعني إيه وعي رقمي؟ مش بس إن الواحد يعرف يستخدم فيسبوك ولا إنستجرام، لا، ده فهم أعمق للمخاطر. المنصات دي بتشتغل إزاي أصلاً؟ بياناتنا بتروح فين وتستخدم إزاي؟ أما بقى التفكير الهندسي، فالمقصود بيه هنا هو بناء نظام متكامل ومدروس خطوة بخطوة، زي المهندس كده وهو بيصمم كوبري، مش مجرد شوية أدوات بنرميها على المشكلة وخلاص. بالظبط. النقطة دي فعلا مهمة جدا، واللي لافت قوي في التحليل بتاع المصدر ده هو التفريق الواضح اللي بيعمله. بيفصل بين نمطين من الناس موجودين على الإنترنت. النمط الأول هو الشخص الاستراتيجي اللي فاهم إنه داخل زي ما المصدر قال ساحة حرب. فبيعمل إيه؟ بيبدأ يبني نظام، يأمن خطواته ويخطط لقدام. ده الشخص اللي بيخلي الأدوات تخدم خطته هو. النمط التاني بقى هو التايه، اللي عمال يجري ورا كل حاجة جديدة، يجرب كل أداة تظهر، يدخل كل كورس يسمع عنه وينضم لكل جروب في مجاله، بس تاني يوم بيلاقي نفسه في نفس المكان أو يمكن أبعد عن هدفه الأصلي كمان. المصدر بيأكد إن المشكلة مش في نقص الأدوات أو الكورسات، لا خالص. المشكلة في غياب العقلية اللي بتوظف الأدوات دي صح. وده بيوصلنا لنقطة جوهرية قوي: إحنا محتاجين منهج استراتيجي. الموضوع أشبه بلعب شطرنج، محتاج تفكير وتخطيط، مش مجرد محاولات تكتيكية عشوائية زي اللي بيشتري ورقة ينصيب وبيستنى الحظ. نقطة ممتازة فعلا، وده بيخلي كلام المصدر عن القواعد غير المكتوبة للإنترنت منطقي جدا في السياق ده. يعني لو هي فعلا ساحة حرب، يبقى طبيعي يكون ليها قواعد مش معلنة، مش مكتوبة في كتالوج، والمقاتل الشاطر أو الشخص الاستراتيجي يعني لازم يكون عارفها. زي مثلا حتة إن أي فكرة أو محتوى بتشاركه لازم يكون في خطة لحمايته، وإلا سهل قوي حد تاني ياخده ويستغله. والمصدر بيلمح اللي ده بيحصل كتير، خصوصا مع المشاريع اللي لسه بتبدأ. أو فكرة تانية، إن كل خطوة بنعملها أونلاين بتسيب وراها أثر رقمي بيتسجل وبيتربط بينا، من أول ملف بنرفعه لصورة بننزلها لحد تعليق بسيط بنكتبه في أي حتة. التفاعلات دي كلها بتشكل صورتنا وسمعتنا الرقمية، سواء بقى كنا واخدين بالنا أو لا. تمام. ومن هنا المصدر بيقدم تعريف مختلف للنجاح الرقمي الحقيقي. بيقول إن النجاح ده مش أول دولار الواحد يكسبه، ولا أول 1000 متابع يقوله، ولا حتى أول كرسي يبيعه. النجاح بالمعنى اللي المصدر بيقصده بيبدأ بلحظة معينة، لحظة الوعي التام. اللحظة اللي الشخص فيها يعي كويس قوي إن المجال ده مش ماشي بالصدفة والفرص العشوائية، وإنه دوره لازم يتغير. ما ينفعش يفضل مجرد مستخدم أو مستهلك للمحتوى والأدوات، لأ، لازم يبقى هو قائد لحياته الرقمية، هو اللي ماسك الدفة وموجهها. وده بيرجعنا تاني لتشبيه ساحة الحرب ده. فهم طبيعة المكان وقواعد اللعبة المكتوبة وغير المكتوبة هو ده مفتاح البقاء والنجاح والقيادة في النهاية. وده بيطرح سؤال مهم: طيب إزاي الواحد يوصل لمرحلة القيادة دي فعلا؟ إزاي يبقى هو المتحكم؟ تمام. يعني لو حبينا نلخص الرسالة الأساسية اللي المصدر ده بيحاول يوصلها لنا، هتكون إيه؟ أعتقد الخلاصة واضحة ومباشرة. علشان تعرف تكسب وتنجح من الإنترنت، لازم الأول تفهمه بعمق. المصدر بيحذر بلهجة قوية جدا، بيقول ما تدخلش الملعب وانت مش فاهم قواعده.
لأنك ببساطة شديدة هتكون بتلعب ضد نفسك وهتخسر غالبا. عشان كده السلسلة دي اللي المصدر بيقدمها هدفها الواضح هو إنها تاخد الناس من الصفر، من فهم المبادئ الأساسية دي، لحد ما يقدروا يبنوا كيان رقمي حقيقي، كيان مستدام ليه أساس. والمصدر بيقول إن الحلقة الجاية عندهم هتتعمق أكتر في إزاي الواحد يبني نظام شغل رقمي يخدمه هو، بدل ما يفضل هو اللي بيخدم النظام الرقمي ده وبيستهلك جواه. من الحقيقي بناء على الكلام ده كله ممكن ما تكونش بالضرورة إن الواحد يتعلم أداة جديدة أو تقنية معينة، لأ، قد تكون ببساطة مجرد تغيير النظرة للمنصة الرقمية كلها، التحول من إننا نشوفها كمكان للمعلومات أو التسلية أو حتى الفلوس السهلة، لرؤيتها كمساحة استراتيجية معقدة بتحتاج تخطيط ووعي وحذر، يعني أشبه فعلا بلوحة شطرنج محتاجة تفكير وتكتيك وخطط طويلة الأمد، مش مجرد ورقة يا نصيب بنستنى فيها ضربة حظ وخلاص. الخطوة الجاية في حياتك الرقمية ممكن تبدأ من قرار بسيط تاخده النهاردة. ما تستناش الظروف تتظبط، انت اللي بتظبطها بعقلك، بإرادتك وبخطتك. وأنا هنا علشان أكون صوت الدعم اللي وراك في الرحلة دي. لو الحلقة لمستك أو حسيت إنها فتحت لك طريق جديد، شاركها مع حد محتاج يسمع الكلام ده، وسيب لي تعليق برأيك. عايز أعرف أنت شايف نفسك فين بعد 6 شهور من النهاردة.